كشاب مصري شقيان طول عمرك بتتعب وبتحوش عشان اليوم اللي هتطلب فيه ايد البنت اللي بتحبها. مشاعرك متلخبطه ما بين الفرح والتوتر وانت رايح البيت تقابل اهلها. تقعد على الكرسي قدام ابوها تحاول تلمع صورتك كده علشان تبان راجل مسؤول مستعد للجواز، وفي صوتك خوف من الرفض انك لسه مش جاهز. فتلاقي ابوها يقول لك كلمه تطبطب عليك وتهديك ويقول لك يا ابني احنا بنشتري الراجل والفلوس دي اخر حاجه نفكر فيها. وانت طبعا كشاب غلبان دي اول مره ليك تصدق وتقول ما الموضوع طلع سهل اهو، ومع ابتسامه بريئه منك تقول له يعني مطلوب مني شبكه كام يا عمي؟ فيقول لك لا الشبكه دي مش هنتكلم فيها، دي هديه منك للعروسه، بس طبعا يعني تبقى حاجه محترمه. لسه بتستوعب الكلمه وهتسال يعني ايه محترمه، تلاقي امها تقول لك الحاج قصده حاجه حلوه يعني علشان اهلها لما يجوا يتفرجوا عليها باذن الله تبقى حاجه تشرف. ومن هنا تبدا المفاوضات. تدرك وقتها انك مش داخل مجرد مفاوضات خطوبه، انت داخل معركه اجتماعيه فيها معايير لازم تحققها والا الجوازه ممكن تبوظ. ويجي السؤال هنا، هو ايه اللي وصلنا للنقطه دي؟ وازاي الشبكه بقت مقياس اساسي لاي جواز؟ وايه اصل الحكايه؟ النهارده هنرجع بالزمن علشان نعرف ازاي المصريين حولوا المهر لشبكه، وليه بقى التقليد مقدس في اي جواز. زمان الجواز ما كانش مجرد علاقه بين راجل وست، كان عباره عن اتفاق اقتصادي واجتماعي بحت. يعني في العصور القديمه الجواز كان صفقه بين العائلات، والمهر كان حاجه تثبت ان العريس قادر على تحمل المسؤوليه. بعض القبائل كان العريس بيدفع المهر على هيئه عدد معين من الحيوانات سواء بقر او غنم او حتى ادوات زراعيه. وفي مجتمعات تانية المهر ما كانش فلوس وممتلكات بس، كان ممكن يكون خدمه يقدمها العريس لاهل العروس. المصريين بطبيعتهم عندهم غريزه اقتصاديه فريده. الذهب بالنسبه لهم مش مجرد زينه، الذهب عباره عن استثمار، لان الفلوس قيمتها بتتغير والحيوانات ممكن تموت، لكن الذهب بيعيش العمر كله وبيحافظ على قيمته مهما مرت عليه سنين. وكمان الذهب سهل التخزين، يعني لو العروسه اضطرت في اي وقت تقدر تبيعه وتستفاد منه. ومن هنا بدا التحول الكبير، المهر بقى ذهب وبدات العاده تنتشر من جيل لجيل لحد ما بقت جزء من الهويه الثقافيه المصريه. نقرب شويه ونيجي للعصر العثماني لما الاتراك كانوا في حكم مصر، كان عندهم عاده ان لما العريس يجي يتقدم لاهل العروسه يجيب طقم ذهب متشابك مع بعض. المصريين اخذوا منهم العاده دي وبداوا يسموها شبكه بفتح الباء، لان الذهب كان متداخل مع بعضه شبه الشبكه بتاعه الصيد. وكمان كان في معنى من الكلمه ان العريس اكنه بيصطاد العروسه بالشبكه دي علشان تكون من نصيب. لكن مع الوقت وبسبب التخفيف الصوتي الكلمه اتحولت لشبكه بالسكون وبقت مصطلح شائع في اي جوازه مصريه. ومن وقتها الشبكه بقت عباره عن عقد غير مكتوب، اهل العروسه بياخدوه كنوع من التامين، ولو العريس رجع في كلامه تبقى الشبكه هي التعويض. وهنا اتحولت الشبكه من مجرد هديه الى مقياس اجتماعي مهم، وكانها اختبار جديه للعريس. لو بصيت حواليك هتلاقي ان قيمه الشبكه مش معيار ابدا لنجاح العلاقه، ولا هي الاثبات الامثل على ان العريس شاري بنتنا وهيحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم النساء بركه ايسرهن مؤنه، يعني الجوازه اللي تبدا ببساطه وبرضا الطرفين ربنا بيبارك فيها. يعني اللي عاوز اقوله ان المشكله مش في الشبكه نفسها لكن في الطريقه اللي بنفكر بيها. مفيش مانع ابدا ان العريس يجيب هديه جميله لعروسته، حاجه تفرحها وتسعدها، لكن في نفس الوقت لازم نكون واقعيين. الشبكه المفروض تكون في حدود امكانيات العريس، مش شرط تعجيزي يخليه يدخل الجوازه وهو شايل ديون فوق دماغه. وفي نفس الوقت مفيش حد يطلب من العروسه انها تستغنى عن حقها في التقدير والفرحه. فالحل مش اننا نلغي الشبكه لكن اننا نرجعها لحجمها الطبيعي كهديه رمزيه مش عبء مالي. وفي النهايه خلينا نسالكم، لو الزمن اتغير والدنيا بقت اسهل، هل تفتكروا ان الشبكه هتفضل جزء اساسي من الجواز ولا ممكن الجيل الجديد يكسر القاعده ويغير العادات دي؟ شاركونا برايكم في التعليقات. اشوفكم على خير وسلام عليكم.